فاكرين يا عيال المتطوع اللي جاني من كام أسبوع عشان يساعدني في تركيب مواسير الغسالة، وقُلت له اشتري اللازم وأنا هاحاسبك. هو فعلًا اشترى حاجة كده بلاستيكة عشان يركب لي فيها الصرف بتاع الغسالة بحوالي 6€. قال لي اتفضلي البون. قُلت له: "ما خلاص يعني مش لازم." قال لي: "لأ، خلّي البون معاكِ، يمكن اللي بييجي يركّب لِك الغسالة يقول لِك تتبدّل، تتغيّر." قُلت له: "طيب خلاص أوكي." وراح مدّيني البون. فعلًا لمّا جُم يركّبوا لي الغسالة، لقوا الاستوكية اللي هو شاريها دي بلاستيك، فراحوا مكلمينه هو direct قالوا له: "لأ بلاستيك ده هتعمل مشاكل للمدام ويا ريت تغيّرها لها بماتريال و و وماد م م ماتريال أحسن من كده يعني السلستين أو حاجة زي كده." فاحتاجنا البون. فهو جاني لمّا جه، فقُلت له: "معلش ممكن تبدّلها لي؟" قال لي: "حاضر." فجه بدّلها لي، فقُلت له: "ودي بقى هنعمل فيها إيه، هنرجّعها والّا إيه للخامة أو للمكان اللي أنت شاريها منّه؟" قال لي: "لأ خلاص ما ترجعش، يعني خلاص عشان اتركّبت قبل كده فما ينفعش." قُلت له: "طَب أوكي خلاص، ماشي أدي معاكِ البون وأهي معاكِ للي يحتاجها، اللي يحتاجها ياخدها، أنا مش محتاجاها بقى خلاص هاحتاجها في إيه." بعديها بكام يوم لقيت جاي لي رسالة على التليفون وبيقول لي: "رونا أنا رجّعتها، وافقوا ياخدوها وأنا حطيت لِك الفلوس في صندوق البوسطة." يعني حط لي الظرف ده في صندوق البوسطة، حتى بُصّوا يعني ما رضاش ييجي يخبّط عليّا يزعجني، يعني هو بعت لي رسالة قال لي: "أنا معدّي من قدّام الباب حطيت لِك الظرف الفلوس في صندوق البوسطة، آدي الظرف." أنا لسه ما فتحتهوش. وأنا باقول لكم متطوع، عشان هالاقي جرابيع دلوقتي في الكومنتات هيقولوا لي: "أنتِ بتقيّمي الناس بسبّاك." هو مش سبّاك، هو متطوع، يعني جاي بيساعدني بس، يعني هو ما خدش منّي فلوس. الحقيقة الحكاية دي لو بتفكّرني بشيء، تفكّرني بالنصّاب. فاكرين النصّاب اللي أنا كنت عاملة لكم مرّة live وقُلت لكم جِه كائن الشرفنطح اللي جِه كسّر لي الشقة وضحك عليّا في الماتريال، في الفلوس، ويا ده يا دُقّي لمّا قُلت له عايزة البونات، فين البونات بتاعة البضاعة اللي أنت جايبها؟ أنتِ بتخونيني، ده أنا باساعدِك خدمة لله، تقولي لي هات البونات. أنا فاكرة عملت لكم live على الموضوع ده. أنا عايزة أقول لكم إن أنا مجرجراه في المحكمة دلوقتي في المحاكم، بيبعت لي كبارات البلد بقى، عشان عايز بس أقعد معاه على الترابيزة كده نتكلم. أنا مش هاتكلم مع حد، يعني قُلت لهم هنتقابل في المحكمة. ليه بقى؟ لإن هو لقى نفسه هيروح في داهية، لقى نفسه هيروح في داهية. بُصّوا البجاحة بقى، بُصّوا البجاحة. إحنا بيننا وبين الناس دي كتير أوي عشان نوصل لهم. بُصّوا البجاحة، يعني سارقني ومكسّر لي البيت ويقول لك أنا مش هاصلّح مكان ما أنا كسّرت، ويبجّح ويقِل أدبه وبونات إيه اللي أنتِ عايزاها؟ لا ما فيش بونات، أنا كنت رايح بس أجيب لِك الحاجة بالعربية عشان باساعدِك عشان أنتِ ما عندكيش عربية. ده الفرق بقى، ده الفرق بين كائن الشرفنطح وبين الناس الحلوة اللي إحنا بنقابلها في حياتنا. أهو ده لا خَد منّي لا أبيض ولا أسود وكان أمين لدرجة إن 6€. يعني أنا باقول له خُد ادّيها للي محتاج، أنا خلاص مش عايزاها، يعني أي حد محتاج الماسورة دي ادّيها له. لأ، هو عشان لقى المكان وافق إن هو يرجّع له الماسورة أو الاستوكية اللي هو جايبها لي، راح سايب لي الفلوس وبدون أي إزعاج في البوسطة. أنا حطيت لِك الفلوس في البوسطة، يعني بدل ما ييجي يخبّط عليّا ويزعجني ويضايقني، هو بعت لي رسالة انزلي خدي الظرف من البوسطة. هو صحيح 6€، بس قيمتهم عندي كبيرة، 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 كبيرة. فأنا عايزة أقول لكم إيه، عايزة أقول لكم إن كائن الشرفنطح ده عايز له فيديو لوحده. أنا كنت عاملة لكم live عليه، ده عايز ده الفيديو اللي جاي. ده أول عِرّة، نبتدي بأول أهو أول عِرّة أبتدي لكم بيها بقى ما دام أنتم عايزين تسمعوا الحكايات بتاعتي هنا. لو عايزين تسمعوا الحكاية قولوا لي، مش عايزين
برضه هاحكيها لكم ونتقابل في المحكمة.